هاي حلوين، اخباركم شو مسوين؟ فيديو اليوم راح اتكلم عن تشيك بوينت، موقع تقريبا نفس شي ان وجولي شيك. فحبيت اوريكم طلبيتي، جت قبل كم يوم بس قلت افتحها معكم احسن. افتحها مع بعض. ثواني بس خلنا نجيب المقص بيدي وهو خلوني نجيب المقص، والله اني فاهية. معليش توني جاي من الدوام، راسي مصدع. طبعا هذا الموقع صراحة تكلموا عنه كثير فقلت بجربه. المعروف ان مقاسات صغيرة، المقاسات الآسيوية مثل ما انتم عارفين، فحد اغلب المقاسات جبتها لا اكس لارج ولارج، فان شاء الله تطلع نفس مقاسي، لان انا شوي يعني مش نحيفة. طيب اول وحدة هذه راح نفتح الكيس. يا رب يا رب. اوكي شكلها حلو هذه البقرة. اوكي البلوزة حلوة، الله يستر البنطلون. يا الله يا الله يا رب يا رب. يما شوف كم طلبت، هذه مقاسها مكتوب 2 بس ناسي انا وشو بالضبط. لارج. احس البنطلون شوي فيه ذوق بس يكفي بالغرض. الخامة حلوة. ثاني وحدة هذه، يا رب يا رب يا رب. هذه طلبتها عشان تحت العباية، حسيتها حلوة قلت بجرب اللون ذا. لا هذه صراحة اختيار موفق، خامتها باردة وتجنن، كانت فري سايز، مرة تجنن باردة. شوفوا مرة حلوة. هذه طلبت مقاس هذه فري سايز مثل ما قلت لكم. طبعا طلبت بيجامة ثانية، كل طلباتي بيجامات. هذه اكس لارج. شوف تحسون فيها رطوبة، ريحتها شوي غبية بس كانت مرة رخيصة. شوفوا هذه البلوزة not bad، ضيقة شوي، 100% راح تكون ضيقة شوي. هذا البنطلون يا الله مرة المقاسات صغيرة. طيب بس بلبس كذا عناد. خامتها حلوة يعني على سعرها انها رخيصة. كل اغلب البيجامات 25 من 25 وتحت. حلوة not bad. هذه 1 2 3 بيجامة اللي هي هذه، متحمسة دي صراحة. اوكي لا دي ان شاء الله حلوة، مرة قماشة حرير. شوف البنطلون يا رب يا رب يا رب، صراحة جميلة. شوفوا بس مرة القماش حرير مدري كيف، بس حلو يعني كشخة كذا اغير فيها. وبرضو هذه انا طالبة 2 نفس الشيء تقريبا بس لونين مختلفة. هذه بنطلونها مرة تجنن يا بنات، واسعارها كلها 25 وتحت مثل ما قلت لكم. هذه مقاسها اكس لارج. تشوفون بتلاحظون الخامة كأنها حرير بس حلوة. اخر بيجامة اللي هي هذه، يلا اخر وحدة. هذا كلها طقم تكون. هذا البنطلون بناطيلهم شكلها غريب، خصرها صغير من تحت كبيرة، ما ادري شلون تجي. شوفوا الخصر لو تلاحظون صغيرون. شوفوا يدي مرة قماشة كأنه شاش. ريحتها غريبة. طلبت اكس لارج. هذه صراحة ما عجبتني خامتها للأمانة يعني. وبس خلصنا الفيديو، أتمنى الفيديو يعجبكم وأشوفكم في فيديو ثاني. باي باي.